البسيط. الزمن ده كله معتمد على حفظ الافعال. يعني انت لو حافظ الافعال مضارع وماضي هيبقى الزمن ده بالنسبه لك انت بتتسلى يعني. تمام كده؟ طب تعالى كده نشوف بدايه الدنيا كده من الافعال. طبعا انت عارف ان الافعال الفيربس في اللغه الانجليزيه مقسومه لقسمين: افعال منتظمه وافعال شاذه. مظبوط كده؟ regular verbs irregular verbs regular verbs irregular verbs. الافعال المنتظمه بينتهي التصريف الثاني والثالث لها باضافه دي اي دي اي اي دي. تمام كده؟ يبقى دي واي دي واي اي دي. خد امثله كده بسرعه. فعل يوز مثلا، يوز يستخدم، اخره ايه؟ لما اجي اجيب منه الماضي بضيف له دي بس فتبقى كده يوزد. تمام؟ طيب فعل مثلا كراي يبكي، اخره واي وقبل الواي حرف ساكن. لما اجي اجيب منه الماضي بقلب الواي لاي واحط اي دي فتبقى كرايد. ما عدا الافعال اللي منتهيه بايه والافعال اللي منتهيه بواي قبلها حرف ساكن بضيف اي دي، زي مثلا الفعل واتش يشاهد، الماضي منه واتش. قاعده عامه يا مستر؟ قاعده عامه في الافعال المنتظمه. دي قاعده عامه في الافعال المنتظمه. الافعال المنتهيه بايه بضيف لها دي، الافعال المنتهيه بواي قبلها حرف ساكن بقلب الواي لاي واحط اي دي، والافعال اللي مش منتهيه بالنهايات ديت بحط لها اي دي. تمام كده؟ اما الافعال الشاذه ملهاش قاعده وهي تحفظ كما هي، لان طبعا ما بضيفلهاش اي دي. فانت عندك مثلا الفعل جو الماضي منه went، جو الماضي منه went، باي الماضي منه bought، باي الماضي منه bought. فانت عندك قائمه بالافعال الشاذه بتتحفظ زي ما هي، لازم تتحفظ. طب لو انا ما حفظتش الافعال يبقى خلاص بالنسبه للماضي البسيط ان شاء الله ما فيش شغل ولا هتعرف تشتغل عليه. تمام كده؟ يبقى انت اول نقطه في انك تنجح في زمن الماضي البسيط ان انت تحفظ الافعال الشاذه وتبقى عارف قاعده الافعال المنتظمه. حفظت القواعد ديت، عرفت التصريف الثاني من كل فعل، خلاص بقى زمن الماضي البسيط بالنسبه لك اكنك بتتسلى. تعالى كده اوريك كده الزمن ده بقى وتتعامل معاه ازاي. الجمله اللي قدامك على السبوره: he buy a car yesterday. he buy a car yesterday. هل الجمله دي صح ولا جمله خاطئه؟ يلا فكر معايا كده. he buy a car yesterday. طبعا الجمله ديت جمله خاطئه. ليه جمله خاطئه؟ عندي yesterday معناها امس، تمام؟ امبارح يعني. طيب ما دام امبارح يبقى الفعل اللي عندي لازم يكون متناسب مع امس. طيب ينفع اقول هو يشتري سياره بالامس؟ لا طبعا ما ينفعش. امال ايه؟ كده انا محتاج الماضي من الفعل باي. طب الماضي من الفعل باي ايه؟ بوت. يبقى كده الجمله صحيحه. يبقى صح الجمله he bought a car yesterday. he bought a car yesterday. شفت الجمله سهله ازاي؟ مفيش اي مشكله فيها خالص. خد مثال تاني: she go to Cairo last year. طلعت الخطأ ولا لسه؟ تمام كده؟ ايوه الجمله طبعا خاطئه، لان طبعا last year دل على زمن الماضي. go فعل في المضارع ما ينفعش go مع last year، يبقى go هنا لازم يكون went. يبقى she went to Cairo last year. ادي زمن الماضي يا شباب. زمن سهل زي ما قلت لك، سهل اسهل مما تتخيل. كل الفكره ان انت لازم تكون عارف المضارع والماضي من الافعال، وعارف الكلمات المستخدمه مع زمن الماضي البسيط. الكلمات المستخدمه مع زمن الماضي البسيط: كلمه yesterday، كلمه last year، last month، a week ago، ان مع سنه ماضيه. طبعا كل الكلمات دي موجوده عندكم في كل الملخصات. هو جايب الكلمات المستخدمه مع زمن الماضي البسيط زي ما قلنا: yesterday، last week، كلمه ago، ان مع سنه ماضيه، وهكذا. وكل الكلمات اللي بتعبر عن الماضي. يفضل عندك بس ان انت تعرف تصريف الفعل من المضارع للماضي، عشان لو كانت في كلمه داله على الماضي هتجيب الفعل فين؟ في الماضي. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا بقى نكمل نفي الزمن ده وسؤاله: he didn't went
to Cairo yesterday. ها الجملة دي صح ولا غلط؟ فكر كده شوية. أيوه هتقول لي طبعا الجملة صح لأن عندي yesterday دل على زمن الماضي وwent الفعل في الماضي. أنت لسه شرحها دلوقتي يا مستر. بس استنى بقى معايا. شايف دي؟ didn't دي هو الفعل المستخدم في نفي زمن الماضي البسيط. ركز. didn't هو الفعل المستخدم في نفي زمن الماضي البسيط. يبقى انا لو عايز انفي اي جمله في الماضي بستخدم لها الفعل ايه؟ didn't. جميل. بستخدم لها الفعل didn't. طيب وبعد didn't ركز. بعد didn't لازم يكون الانفينيتيف الفعل في المصدر. didn't لازم يكون بعدها انفينيتيف فعل في المصدر. يعني didn't وانت ما تنفعش. امال ايه يا مستر؟ ده didn't go. هتقول لي تجيب جو ازاي ومعانا yesterday؟ هقول لك ما هي didn't هي اللي شالت الزمن. didn't هي اللي شالت الزمن مع yesterday. تمام كده؟ يبقى لما تيجي تنفي اي جمله في زمن الماضي البسيط بتجيب لها didn't وبعد didn't بتحط المصدر من الفعل. تعال بختبرك في جمله تاني كده واشوفك ايه فهمت الحته دي ولا لا. She didn't bought a car last year. she didn't bought a car last year. يلا مظبوطه الجمله دي ولا مش مظبوطه؟ شطار. سمعت ناس قالت طبعا ما تنفعش بوت. ليه؟ عشان عندي didn't لازم يكون بعدها انفينيتيف مصدر الفعل فلازم تكون didn't ايه يا شباب؟ didn't buy. يبقى she didn't buy a car last year. تمام كده؟ نفس اللي عملته في النفي هو اللي هعمله في السؤال بهل وهو اللي هعمله في السؤال بأداة استفهام. تعالى كده بص معايا. did he went to Cairo. did he went to Cairo. did he went to Cairo. ركز. السؤال اللي بهل في زمن الماضي البسيط بستخدم له did ولسه قايل لك حالا ان did و didn't بيجي بعدها فعل في المصدر فما ينفعش went. امال ايه؟ هتبقى did he go. اما يبقى في did يا شباب خليك فاكر بقى عارفها قاعده عامه عندك. اما يبقى في did لازم يكون بعدها فعل فين؟ في المصدر. يبقى did he go to Cairo. حتى لو عملت سؤال بأداة استفهام لو قلت لك مثلا what did you bought. what did you bought ينفع؟ what did you bought ينفع؟ لا ما ينفعش. did لازم يكون بعدها فعل في المصدر فما تنفعش bought. امال ايه؟ هقول what did you buy. اعرف بقى ان انت لو لقيت didn't عندك في النفي لو لقيت did عندك في السؤال didn't في النفي did في السؤال لازم يكون بعدها infinitive لازم يكون بعدها مصدر الفعل. تمام كده؟ قشطه؟ طيب فاضل حته بس صغيره كده عشان اخلص زمن الماضي البسيط. verb to be في الماضي اللي هو ايه بقى؟ was where. لما اقول لك I was at school yesterday هي جمله في زمن الماضي البسيط عادي خالص لان انا عندي verb to be في الماضي was جمله عاديه خالص في زمن الماضي البسيط. I was at school yesterday. لما اجي اقول لك بقى ايه في الجمله دي ما تستخدمش didn't. ينفع استخدم didn't؟ لا. ليه؟ didn't ما بتنفيش verb to be. امال ايه اللي بينفيه؟ was لما باجي انفيها بنفيها was not. where لما باجي انفيها were not. يبقى انا لو عايز انفي الجمله بتاعت I was at school yesterday هتبقى I wasn't. ماشي يا حبايبي؟ يبقى verb to be اللي هو في الماضي was و were او حتى في المضارع لو حبيت بنفيه بنوت مش بنفيه بديدنت ولا بنفيه باي حاجه. يبقى الجمله بتاعت I was at school yesterday هتبقى I wasn't at school yesterday. ولو حبيت اعمل سؤال برضو
بقدم الفعل على الفاعل، يعني بقدم was على I اهيت كده، بقدم was على I. طبعا I بتتحول في السؤال ليو، وواز بتتحول في السؤال لوير، فتبقى وير يو. وير يو at school yesterday. were you at school yesterday اللي هو اجابته yes I was او no I wasn't. ده كده زمن الماضي البسيط باسهل طريقه للشرح. اتمنى من الله ان انتم تكونوا فهمتوا الزمن ده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك، لما كنت اشتركت في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. حل تدريباتك، ولو عندك اي مشكله سيبها لي في التعليقات اللي تحت الفيديو. اشوفكم على خير الحلقه اللي جايه. جود باي.